بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن البروبس، واتكلمنا في آخر الفيديوهات عن الستيت وعرفنا هي شغالة ازاي، وبإذن الله في الفيديو ده نبدأ نخش على حاجة جديدة وهي رياكت فراجمنت. النهارده إن شاء الله هنخش على رياكت فراجمنت. طيب يعني ايه رياكت فراجمنت؟ اي فانكشن كومبوننت او اسف اي كومبوننت سواء فانكشنال كومبوننت او كلاس كومبوننت، المفروض انها الريتيرن بتاعها بترجع element واحد. يعني لما اجي اعمل ريتيرن للكومبوننت دي المفروض انها ترجع لي element واحد بغض النظر عن ايه اللي انا حاطه جواها. بمعنى لو انا جيت عملت div تاني هيجيب لك هنا مشكله يقول لك JSX expressions must have one parent element. ما تعمليش الحاجه بالمنظر ده، لازم يبقى فيه parent element شايل الاثنين. يعني انت ممكن تديله div في المنظر ده، ثانيه واحده مش قابلها، div تديلهم div يعمل راب للاثنين كده يشتغل معايا مفيش اي مشكله، لكن ما تسيبهمش بالمنظر ده من غير parent element. اقول لك في هنا مشكله. ولو جيت تشوف هنا تصغر بالمنظر ده كده، هقول لك هنا في مشكلة. بقول لك adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. لازم ان انت تعمل لهم wrapping في element واحد، لان الكومبوننت لازم ترجع element واحد. وهتلاقيه هنا بيقول لك او بيقترح عليك بيقول لك did you want a JSX fragment؟ هل انت عايز تستخدم ال JSX fragment؟ JSX fragment لو انا جيت قلت لك في هنا div عادي بيراب الاثنين. طيب ورحنا هنا على تيست دي، نخليها هنا عشان ما ننطقش، 1 و2. طيب لو انا جيت قلت لك هنا بص كده على الديف ده، هتقول لي والله ده الديف اللي شايل الاثنين دول. طيب لو انا جيت قلت لك والله انا مش عايز احط ديف او مش عايز احط تاج جديد، انا مش عايز احط اي تاج هنا، انا عايز الكومبوننت ترجع لي one element زي ما انت بتقول، يعني تحل لي المشكله دي وفي نفس الوقت ما تخلينيش احط تاج. انا مش عايز احط ديف او اي element تاني، انا عايز الاثنين دول. هنا بنلجأ لحاجه اسمها رياكت فراجمنت، دي حاجه خاصه بيه رياكت دوت فراجمنت هو بيقترح عليا. طيب تعال نبص. اول لما انا عملت رياكت فراجمنت كل حاجه مظبوطه زي ما هي. بص ده طبعا الديف بتاع الروت اللي هو الطبيعي، هتلاقي هنا الديف ده والديف ده راجعين من غير اي بيرنت اليمنت خالص. ده الديف بتاع الروت عشان ما تتلخبطش. لو انا رجعت دي كده رجعتها ديف، هتلاقي في ديف تاني هنا، يعني ده ديف روت اهو، وده الديف التاني اللي هو البيرنت بتاعهم ده. تمام. طيب انا شلت كل الكلام ده وخليتها رياكت فراجمنت، ما بقاش ليهم الرياكت فراجمنت، ما بتظهرش هنا في عمليه الريندرنج كأن ما فيش اصلا اي تاج خالص. وفي نفس الوقت بتحل لك مشكله الريتيرن بتاعه الكومبوننت، وهي دي باختصار ايه الرياكت فراجمنت. وكاختصارا ليها انت مش مضطر ان انت تستدعيها من رياكت ولا حاجه، انت ممكن تعمل الرياكت فراجمنت بالمنظر اللي انت شايفه ده، هتدي لك نفس النتيجة برضو بالظبط من غير أي حاجة خالص. تبدأ تحط الإليمنت وفي نفس الوقت في الريتيرن هو يرجعها لك إليمنت واحد بسبب الرياكت فراجمنت. وبكده يبقى خلص الفيديو ده. أتمنى يكون فيديو سلس وبسيط. أشوفكم في فيديو جديد.